عليكم قبل ما ابدا الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه لاختكم عشان يوصل لكم كل جديد، وبالله عليكم فعلوا زر الجرس. ومبدئيا صلوا على سيدنا النبي. يعني بصراحه ملك الامارات بنفسه طالع بيشكر المغرب وفخامه الملك محمد السادس. يعني يا مغاربه انتوا جميلكم غطى على الكل وغطى على العالم، والله العظيم. اسمكم كل مدى ومدى التاريخ عمال يسجل مواقف نبيلة وشهمة للمغرب. إنهم المغاربة إخواننا الشرفاء اللي عمرهم ما خذلونا وعمرهم ما وطوا رؤوسنا. يعني أما يحصل موقف زي ده والمغرب يعني تتصدى لصاروخين كانوا هيجوا على الامارات هيدمروا بعض الاماكن في الامارات، ربنا سترها والمغرب صدها. بصراحة ايران مش جايبها البر واحنا عارفين، ولكن المغرب برضو يعني محدش يستهون بيها. ان المملكة المغربية على اتم استعداد لاي شيء. يعني ما تفكروش ان المملكة المغربية دي دولة يعني هينة ولا ما تبقاش جاهزة لانها تتصدى لعدوها. لا 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 لا، اقسمت بالله يا جماعة المغرب عندهم قوة عسكرية رهيبة، بسم الله ما شاء الله. اما ملك الامارات بنفسه يطلع ويشكر فخامة الملك محمد السادس ويقول لهم أنتم الشعب يعني اللي أنقذنا من الضياع، أنتم الشعب اللي أنقذنا من الدمار، أنتوا جميلكوا على راسنا اليوم الدين. يعني قد إيه ده كله بيتقال في حق المغرب، قد إيه ده كله بيتقال، قد إيه ده كله بيتقال ان المملكة المغربية دولة عظيمة. ويعني بجد زي ما بيقولوا عندنا صاحب صاحبه، المغاربة صحابهم فعلا. اما مجرد ان الامارات كانت هتمر يعني بكرب كبير، تصدى لهذا الكرب المغرب فقط. الكل ما تحركش. اشمعنى المغرب اللي بيتحرك يا جماعه؟ ليه؟ عشان عندهم شهامه. اشمعنى المغرب اللي بيتحرك؟ علشان عندهم اصول، علشان عندهم الملكه، يعني ان هم ما يشوفوش واحد قدامهم بيغرق ويسيبوه. يعني هم سبحان الله كده، هم كده يا جماعه. هو ربنا خالق الناس دي كده، طينتهم كده طينه نظيفه، ناس محترمه وناس على خلق وناس عارفه يعني ايه تنقذ اخوانها لما يقعوا في كرب رخر. احنا مطمنين، والله مطمنين ان احنا جنبنا درع متين اسمه المملكة المغربية، درع متين اسمه المملكة المغربية. ومطمنين ان لو لا قدر الله حصل شيء المغرب هيقف جنبنا زي ما وقف جنب الامارات. واحنا كذلك كلنا فداك يا مغرب. لو حصل اي مس للمملكة المغربية من سوء، والله الكل هيقف على اتم استعداد بانه يقف صفا واحدا ويدعم ويحارب من اجل المملكة المغربية انها تكون امنة وسالمة. لان الناس دي خيرها على الكل وخيرها على العالم، ولها فضل كبير جدا 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 على يعني جحافل الدول. فوالله الناس دي جميلهم يتشال على الراس، وكل موقف ليهم يسجل في التاريخ لحسابهم. المملكة المغربية المملكة الشريفة العظيمة وفخامة الملك محمد السادس، الراجل اللي على أتم استعداد لصد أي ضربة هجومية لمن يمسه السوء ولمن يخص المغرب. فلو انتوا يا إمارات ما كنتوش تخصوهم ما كانوش دافعوا عنكم بهذا الشكل، لأن هم دولة سلام. المغرب دولة سلام وليست حرب.
دولة سلام وليست حرب، دولة حب، دولة نظام، يعني دولة تاريخ مشرف. فبالتالي يعني احنا ما يعني نتوقع كل ده يحصل منهم 1000000%، لان دي اصولهم ودي تربيتهم، وسبحان الله ربنا جاعل فيهم القبول في كل شيء. ربنا يكرمهم ويبقوا على اتم استعداد للوقوف بجانب اخوانهم من جميع انحاء العالم وكل محبين المملكه المغربيه. تحيا مصر، تحيا المغرب، يحيى فخامة الملك محمد السادس. بالله عليكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، ما تنسوش تفعلوا ورحمة اللايك وصلوا على سيدنا النبي.